اسمع قداسة البابا شنودة بيقول ايه. فاكر ساعتها كان جوني بتوع الزقازيق علشان يشتكوا من أنبابيم من انه انضم للطرف الاخر، ده هو بس بياخد اراء الموجودين لكن ما فيش فايده، شكوا. وبعدين هم قعدون معايا، جم شويه من بتوع ملاوي وافتكروا بتوع الزقازيق جايين ياخدوا منهم أنبابيم، وهم مش عارفين ان جايين عشان يقولوا لا. فواحد من بتوع ملاوي قال لي بتوع الزقازيق، قال لهم شوف انا محامي من ملاوي بقالي 30 سنه محامي متخصص في القضا والقدر. محامي ايه متخصص من القضا. يجي واحد منكم، كان فاكرين يروحوا لبتوع ملاوي يقولوا لهم سيبوا أنبابيم، يجي واحد منكم يجي ملاوي يقول ناخد أنبابيم، ان وقع في الهويس اهدي قضا وقدر، ان وقع تحت القطر اهدي قضا وقدر، ان وقع في الترعه قضا وقدر. فاللي فيكم عايز يجي ملاوي يختار له انهي قضا وقدر يعجبه. وبتسقفوا على القضا والقدر. كل دي عشان راح للطرف الثاني بس يشوف رأي. فأنا قلت إيه لبتوع الزقازيق؟ قلت لهم شوفوا يا جماعة، أنتوا دلوقتي منقسمين عن بعض. لو جبت لكم الملاك مخيل تقولوا ماله الملاك جبرائيل، ما هو كويس. فما فيش فايدة معاكم. أنا هجيب لكم واحد مستورد من الخارج، هجيب لكم قسيس راهب عندنا موجود في امريكا الوقت، كلهم سقفوا وفرحوا، حاجه مستورده. فجبت لهم نيافه الانبا يعقوبس الحالي، كان ساعتها قسيس عندنا، كنت بعته في سان فرانسيسكو، وما يعرفوهوش خالص. بالنسبه لهم هيجي جديد لا يعرفوا بتاع الفريق ده ولا الفريق ده، فكلهم قبلوه وفرحوا بيه لانه لا بتاع ده ولا بتاع ده، حاجه جايه من الخارج. فممكن العذراء في المطرية نجيب لكم واحد مستورد من حي آخر، وما دام منقسمين على ذاتكم يبقى لا ينفع معكم غير هذا الأسلوب. من جوه أي واحد يجي يقول لك لا فلان ده اتجاهاته كذا كذا وهينضم للجانب الفلاني، طب أعمل إيه؟ مفيش فايدة. ربنا